أبشركم بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استجاب لدعوة الشعب الجزائري وقاطع قمة بغداد، وطبعا هذا الخبر أسعد الشعب الجزائري. ذهب أبعد من ذلك، كما علمنا خفض التمثيل إلى مستوى مندوب الجامعة ليطلق بهذه الخطوة رصاصة الرحمة على عصر القمم العربية الخاوية التي لم تعد تصنع قرارات بل تكرر نداءات باردة تكتب في غرف مغلقة وتوزع على شعوب في الأخير يتحدثون يوزعون لنا البيانات. قررت جامعة نشجب وندين. الموقف الجزائري يعد علامة سيادية فارقة وموقف مبدئي ضد التهريج الجماعي الذي أصبح يمارس باسم الإجماع العربي. الجزائر بخفضها للتمثيل لم تغيب نفسها، بل أعلنت رفضها للانخراط في نظام خامل تدار قممه بتفاهمات خفية. أنا فهمت، أتصور بأنكم فهمتم، والذي لا يريد أن يفهم فأنا متأكد بأنه فهم لماذا لا يريد أن يفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصدقاء والأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم، طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. مازال الشيوخ الأفاضل لما بيطلعوا على المنابر خصوصا في يوم الجمعة ويخطبوا في الناس، أو البعض منهم بيؤكد أن هناك ما يسمى في القبر بالشجاع الأقرع، وصوروه على أنه ثعبان ضخم بيجي يضرب الميت لتركه الصلاة فيغوص في الأرض 70 ذراع، وصوروه بشكل مرعب وشكل مخيف. رؤيتهم، هناك من قال أن هناك عذاب في القبر وهناك من قال لا، لكن في النهاية هم بيقولوا إن في حاجة اسمها الشجاع الأقرع. ما كنتش أتصور أبدا أن الشجاع الأقرع ده موجود وهنشوفه في الدنيا. عبد الوهاب حفكوف، سوداني، صحفي وإعلامي ومذيع ومؤلف وكاتب وما يستجد من مهن، شغال كل حاجة. هذا الشجاع الأقرع الحفكوفي يخرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليدافع عن دويلة الجزائر باستماتة. أول ما بيخرج يقول لكم تحية طبونية من أراضي الشهداء والمناضلين والمش عارف إيه والجزائر يا عم أنت سوداني، يا عم أنت سوداني، وإذا بوليتم فاستتروا. طب أنت قافش وقابض، أنت قافش وقابض، مش أنت لوحدك. ده حتى في مصر أنا فوجئت بعناصر طالعة اللي كان بيتكلم عن السيارات وفجأة بدأ يتكلم عن الجزائر، دويلة الجزائر. واحد صعيدي طالع بيتكلم عن دويلة الجزائر، معرفش مين طالع بيتكلم عن. انتوا انتوا بترموا فلوسكم في الأرض ولا إيه؟ بترموا فلوسكم في الأرض. كل ده عشان إيه؟ تحسين للصورة. مفيش واحد عاقل وبيفهم هيشوفكم غير ما أنتوا عليه. كل هؤلاء المرتزقة مش فاهمين حاجة، مش فاهمين. السوداني ده حفكوف ده اللي بيطلع منفعل قوي هو متخيل ان الناس مصدقاه. يا عم اتنين على عينك، خليك في بلدكم، خليك في السودان اولى بيك. بيمجد في دويلة الجزائر بمنتهى الجهل والغباء اللي في الدنيا. اقرا التاريخ يا ابني، افهم. وبعدين اعرف ان سبحان الله الكاريزما
بتاعت البني ادم ربنا اللي بيديها له. فانتوا ما بتنقوش الا العناصر الخايبه اللي لا تسمن ولا تغني من جوع، عشان تحسين صوره دويله الجزائر. تحسين صوره دويله الجزائر، وبتدفعوا ملايين الدولارات من اجل تحسين الصوره فقط، يعني عشان تحسنوا الصوره. وفي النهايه الحجم الحقيقي امام الدنيا باين، مش محتاج كلام، ومعروف انكم دافعين، ومعروف ان هؤلاء المرتزقه قابضين. لكن هي دي عصابه المراديه، وهي دي اسفاف النظام الجزائري. ما يطلع يقول تحيه تبونيه كرغوليه شنقريحيه ارض الثوار مكه الثوار ايه؟ والله العظيم لو ان دويله الجزائر هذه استشهد منها ربع العدد اللي بيحكوا فيه. وافكركم ان عبد المجيد القفة لما طلع قال 5,630,000 شهيد، لو انه استشهد منها ربع هذا العدد ما كانتش فرنسا قدرت تقعد في دويلة الجزائر اكتر من 10-12 سنة. لكن دويلة الجزائر قبلها العثمانيين 300 وكم سنة، وفرنسا 132 سنة، وتقولوا لي 5 مليون وأكذوبة الشهداء دي اللي بيتكاثروا في المقابر. فأنت بتدافع عن مين؟ أنت أجير زيك زي الباقيين. في كل الدول العربية دويلة الجزائر تستقطب عملاء بالفلوس، لها عملائها بالفلوس. فالموضوع واضح للعيان. لا وخرج بقى يبشر الشعب الكرغولي ويقول لهم خلاص عبد المجيد القفة تبون القفة استجاب لإرادة الشعب ومش هيروح المؤتمر القمة العربية في بغداد، الفيلم الحامض اللي احنا عارفينه ده. مش كده وبس، الأدهى والأمر انه قرر تبون القفة قرر ان يقاطع مهازل القمم العربية والاجتماعات العربية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. طب يا حفقوفة انت عاوز اسألك سؤال، يعني ماذا سيستجد على القمة العربية بحضور تبون القفة او عدم حضوره؟ بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لهم في جامعة الدول العربية او زيادة التمثيل الدبلوماسي لدويلة الجزائر في القمم العربية او في الجامعة العربية؟ ايه الجديد؟ ايه المستجدات اللي هتحصل على الساحة العربية يعني؟ ماذا لو اغلقوا دويلة الجزائر دي وشالوها رموها في البحر؟ ماذا سينقص او سينتقص من العالم العربي والاسلامي؟ ماذا لو اصبحت دويلة الجزائر قارة وكوكب وقوة ضاربة في عمق الكرومبا زي ما انت طالع تقول وقبلة الثوار؟ يا اخي تنايل على عينك، قبلة ثوار ايه؟ مكة الثوار. بطلوا كذب وهرتله بقى. ايه اللي جد على الوطن العربي من وجود مكة الثوار زي ما انت بتقول كده؟ يعني ايه اللي جد على الوطن العربي؟ ما انت لو قاري التاريخ صح وعارف التاريخ صح ما كنتش هتقبل على نفسك ان تكون في هذا الموضع البذيء الذي يدافع عن باطل، الذي يتغنى بأكاذيب. لكن للأسف الفلوس. فهذا الشجاع الأقرع، ولو انه مش شجاع ولا نيلة، ده عايش على الكذب والهرتلات، لو انه تعب نفسه شوية هذا المحفكف، او تعب نفسه شوية وقرأ التاريخ وعلم ما هي دويلة الجزائر ومتى نشأت وكيف نشأت وما هي أصل أو ما هو أصل هذا الشعب الكرغولي وما هو أصل كل جزائري، والقوة والقارة والكوكب جت منين، والأراضي المسروقة وعصابة البلوزاري والإرهابية والطمع في أراضي أو في التدخل في الشؤون الغير. لو هو تعب نفسه شوية وهو بقى بوصفه صحفي وإعلامي ومذيع وكاتب ومؤلف وحاجات كتير قوي كده معرفش جايبها منين، لو تعب نفسه وقرا شوية كان عرف أن كل هذه أكاذيب، وأن دويلة الجزائر ما هي إلا أكذوبة صنعتها فرنسا. بدليل
ان هم لما فكرت فرنسا تخرج عملوا حاجه اسمها استفتاء تقرير مصير، وزي ما قلت لحضراتكم ان هذا الاستفتاء يعطى للشعوب ولا يعطى للدول. وخرجت فرنسا لكن تحت عباءة اتفاقية فيينا اللي جعلت من دويلة الجزائر قطعة من فرنسا إلى الآن. فيا عم المحافكة في انت عايز افكرك بحاجة مهمة انت ناسيها او ما تعرفهاش اصلا. اذا كنت اصلك سوداني فالسودان منك بريء. عارف ليه؟ افكرك باللي عمله بدنجان العمامرة ده في اتفاقية سد النهضة. رمضان العمامرة وزير الخارجية السابق اللي قبل احمد عطاف الحاج بعرور اللي موجود دلوقتي، لما كان بيبيع مصر والسودان لاثيوبيا. لكن انت زي ما قلت لحضراتكم الموضوع لا موضوع وطنيه ولا موضوع فكر ولا موضوع ثقافه ولا موضوع مبدا ولا موضوع حق، الموضوع موضوع فلوس. هذا الحفكوف زيه زي كل عميل يدافع عن هذه الدويلة البائسة، سبب الخراب اللي موجود في افريقيا والشوكة اللي زرعتها فرنسا في ظهر الأمة العربية والأمة الإسلامية. كل يوم بدلة زوينة وعربية كويسة ودار يقعد فيها وقرشينات يصرف منها، خلاص عيش اكذب زي ما انت عايز مقابل الفلوس، زي الصناعات اللي صنعاها جوه زي امثال بونيفا ودومير وبتاع الحمير ده وغيرهم جوه، صنعت عناصر بره زي هذا الحفكوف السوداني. افكرك كمان يا اخ يا سوداني، انت يا اللي ناسي انك سوداني لدرجه ان انا شكيت انك كرغولي اصلا يعني، وان كنت ما تفرقش كتير عنهم، ان السودان الجندي السوداني كان اول من وقف مع الجندي المصري في عبور خط بارليف في عام 1973. حقيقة لا يمكن أن ينكرها أي مصري. اللي دويلة الكرغولي اللي انت بتدافع عنها بتقول دلوقتي ان الحرب كانت إسرائيلية جزائرية وأثرنا مش عارف مين ومذكرات مش عارف ايه، بتقول ان احنا إسرائيل افتكرت انها بتحارب قوة ضعيفة لكن اتفاجئت بقوة دويلة الجزائر. يا عم تنايل على عينك انت والجزائر في ساعة واحدة. يا ابني انت بتتعامل مع شخصيات اكسباير. عبد المجيد القف زي ما قلت لحضراتكم داخل على ال80، فشكريحه بتاع الدفاع وزير الدفاع ده شنكريحه ده معدي الكام و80، صالح قجيل معدي داخل على ال100. يعني انت بتتعامل مع ناس عف عليهم الدار، اكل عليهم الدار وشرب، عف عليهم الزمن يعني. فاوعى تفتكر ان طلتك البهيه بقرعتك الزوينه دي وخروجك قدام الناس هو اللي هيغير الفكر، هيغير فكر الناس عن هذه الدول البائسه اللي بتاكل لحم الحمير والبغال. فنصيحه خليك في مكانك، والسودان اولى بيك، لانك لو بتتكلم بالحق كنا كلنا شجعناك، لكن انت تنمي الاكاذيب والهرتلات اللي بتتبناها دويلة الجزائر بل وبالدعم. اذا كانت دي عقيدتك تبقى كارثه، واذا كنت مش فاهم تبقى الكارثه اكبر. وانا اعتقد ان ما عندكش عقيده الا الفلوس، اذا انت مش فاهم ولا عارف ولا قاري، فدي الكارثه الكبرى. وبعدين في حاجه مهمه، تدافع ما تدافعش، تهبل ما تهبلش، الواقع باين وواضح. لا قيمة، لا وزن، لا هيبة، لا تاريخ، لا أصل، لا نسب، لا هوية لدويلة الجزائر ولا للكراجلة اللقطاء أحفاد فرنسا وتركيا. يعني الموضوع انتهى. حتى لما بتيجي في بعض الحلقات بتاعتك العبيطة اللي انت بتقدمها دي وتهاجم المغرب، دليل على انك مش فاهم حاجة، دليل على انك
زيرو. لا عارف حاجة عن تاريخ المغرب ولا عارف حاجة عن تاريخ دويلة القرقوبي بتاعتك دي، وانت طالع سبوبة بتقفش منها القرشينات وشكرا. فما تهزقش نفسك اكتر من كده. يا رب تفهم اللي انا قلته، بس صعب، لانك لو بتفهم ما كانش هيبقى ده مكانك ولا ده وضعك. انت وامثالك سواء في الدول العربية او داخل دويلة الكربولي، دويلة قرقبيان العظمى الكبرى بفوق البطيخ. جاتك القرف انت وهو. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم. عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش ابدا من عادهما ولا خانهما. وافضل اقول الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ولا عزائر الكراغلة اللقطاء احفاد فرنسا وتركيا. وافكركم ان العروبة ليست دولة، انما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن. كل التحية لحضراتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.